أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الأكارم في كل مكان. من الفضائية الإريترية أقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لهذه الفترة، معكم فيها حنان جيلاني. وإلى العناوين. فخامة الرئيس سياس أفورقي يلتقي ولي عهد أبو ظبي. مشاركة شعبية فعالة في التنمية في تسني. التعريف بالموارد السياحية في الجنوبي. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ مصدرها إسرائيل. كوريا الجنوبية تقول أن توقف المحادثات بين بيونغ يانغ وواشنطن غير مفيد. والصين تتجه لخفض الرسوم الجمركية على مئات السلع. مرحبا بكم إلى تفاصيل النشرة. التقى الرئيس سياس أفورقي يوم أمس 23 من ديسمبر بأبو ظبي ولي عهد أبو ظبي النائب القائد الأعلى لقوات الدفاع الإمارات العربية المتحدة سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وتناول الاجتماع تطوير العلاقات الثنائية التاريخية الأخوية والتعاون المشترك بين إريتريا والإمارات العربية المتحدة عامة، ومجالات الزراعة والطاقة والاستثمار خاصة. كما بحث اللقاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وثمن الرئيس سياس أفورقي جهود ودعم الإمارات العربية المتحدة التنموي والإنساني في المنطقة. حضر اللقاء من جانب إريتريا المدير بمكتب الرئيس السيد أمين حسن، ومن جانب الإمارات العربية المتحدة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ومدير مكتب ولي العهد الشيخ دياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وكبار المسؤولين الآخرين. تجدر الإشارة إلى أن إريتريا ودولة الإمارات العربية المتحدة تربطهما علاقات تاريخية راسخة منذ عهد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي تواصل نموها وتطورها بدعم من قيادتي البلدين. الأمر الذي ترك آثاره الإيجابية على جوانب العلاقات كافة، وعزز من أواصر التعاون المشترك بين الجانبين. أفاد التقييم الذي جرى في 20 من ديسمبر في مديرية تسني المشاركة الفعالة لمواطنينا في برامج التنمية. وأوضح مدير المديرية السيد سيوم جبريسوس تنظيم أنشطة النفير لتنظيف المزارع وحصاد وحماية التربة وحفظ المياه والنظافة بمشاركة 25 ألف مواطن وأعضاء قوات الدفاع لمدة 170 يوما. وأشار إلى وجود برامج بدأت هذه السنة وتستمر بتوسع السنة المقبلة لإرساء الخدمات الاجتماعية، موضحا بأن جهود التوعية أثمرت لتعليم نصف الأطفال البالغ عددهم أكثر من 8000 كانوا لا يذهبون إلى المدرسة. وحث تعزيز المشاركة الشعبية لإكمال بناء قرى في انتظار الحوامل التي بدأ العمل فيها على مستوى المجتمع. من جانبها أوضح المدير التنفيذي لإدارة مديرية تسني السيد تسفازجي عبازجي تنفيذ 77 من مشاريع التنمية التي وضعت لهذا العام من جملة 93 مشروعا تنمويا، وتنفيذ جزائي ل 13 مشروعا، وانتقال 3 مشاريع إلى السنة القادمة. وأفاد التقرير المقدم بشأن أنشطة التنمية الاقتصادية وضع برنامج لزراعة مطرية في مساحة حوالي 20 ألف هكتار، غير أن الأراضي التي زرعت بلغت 12 ألف هكتار، وظهور آفة الجراد والطيور التي تم السيطرة عليها دون إحداث الأضرار بالمشاركة القوية للسكان، مشيرا إلى أن المحصول الزراعي لم يكن حسب التوقعات لعدم استمرارية الأمطار بقذارة. وطالب الاجتماع لإيجاد حل عاجل لخدمات الكهرباء والمياه لتسني وعد عمر وأنجحي ونقل سلخانة التسني إلى مكان آمن لتسببها في التلوث البيئي، والاهتمام بطريق تسني الذي يشكل مخاطر مرورية للمشاة والسيارات، وإزالة الطمي من ترعة علي قدر.
أعلن قسم السياحة في الإقليم الجنوبي في التقييم الذي أجراه بأن التعريف بالموارد السياحية والحفاظ عليها من البرامج الكبيرة لعام 2020. وأوضحت المدير العام لقسم السيدة أسمرت أبرهة في الاجتماع الذي عقد يومي 19 والعشرين من ديسمبر بمدينة مندفرة إن توثيق المواقع السياحية المكتشفة ووضع علامات الإشارة والاهتمام بالمباني التاريخية ودور العبادة التي تواجه خطر الانهيار من البرامج الأساسية الموضوعة. وأشارت إلى العمل لمراقبة المرافق الخدمية السياحية وتجديد الرخص وإعداد المعلومات عن مميزات ونواقص الخدمات في المديريات وتنمية القدرات البشرية للأعضاء. ووضح التقرير تقديم الرخص تجارية هذا العام ل 44 مرفقا وسحب الرخص من مرفق لسوء الخدمات، ووضع الموارد السياحية على الخريطة بالتعاون مع وحدة الإحصاء ونظام المعلومات. وأشار حاكم الإقليم الجنوبي السيد هبتاب تصفاطيون في الكلمة التي ألقاها إلى أهمية السياحة في الاقتصاد الوطني، داعيا الشباب العاملين في هذا المجال للارتقاء بقدراتهم بالاستفادة بالمراجع المفيدة لعملهم. أعلن مكتب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر في التقييم الذي أجراه يومي 19 والعشرين من ديسمبر الدفع بمساهمات الفروع بالإقليم للمساعدة أسر الشهداء لدورها في تحسين الحياة المعيشية لهذه الأسر. ووضح بأن برنامج مساعدة أسر الشهداء له مضمون يتجاوز الدعم المالي والعيني، لذلك يوجد برنامج لتوسيعه على مستوى المديريات. وقال سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم شمال البحر الأحمر السيد هيلة ولد برهان في الكلمة التي ألقاها إن الفهم الجيد لتطورات محيطنا وتأثيرها ضروري في البرامج التي يتم وضعها، ويتطلب وجود وعي ونظري مشتركة لتنفيذ البرامج التنموية وتنظيم برامج توجيه الشباب والطلاب. من جانبه أوضح حاكم إقليم شمال البحر الأحمر والأمين العام للجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في الإقليم العميد تخلي لبسو أن مرحلة السلام المبشرة الراهنة هي نتاج الوعي والتصدي القوي والنهج المستقل، وأن هذه القيم ستحقق المعجزات في المرحلة الجديدة. يقوم المركز الصحي في أم حجر بمديرية قلوج بإسهامات مقدرة لوقاية من المرض وعلاجه بالخدمات الصحية المقدمة والتوعية لمكافحة الأمراض المعدية. وضح مسؤول المركز الصحي الممرض تخلي قدي أن المركز الذي يضم 16 مهنيا صحيا يقدم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والتطعيم والتحاليل الطوعية والتغذية ومتابعة المرضى بانتظام، وينظم التوعية المستمرة لمكافحة الأمراض خاصة الملاريا. وأشار إلى ازدياد الإصابة بالملاريا هذه السنة لقذارة الأمطار، لكن أنشطة التوعية المكثفة مكن السيطرة على المرض، داعيا المواطنين لاستخدام الناموسيات طول السنة ودفن برك توالد البعوض. وقال ممرض الولادة في المركز السيد زرقو النقاش إن المركز يسهم بدور كبير للاستفادة المجتمع من المؤسسات الصحية والسيطرة على الأمراض، مناشدا الأمهات للمراجعة والمنتظمة قبل وبعد الولادة. وذكر المواطنون أن خدمات المركز الصحي والإرشادات الصحية ساعدت لمكافحة الأمراض، مشيدين بموجهات المهنيين الصحيين للسيطرة على مرض الملاريا الذي ظهر هذا العام. أعلن مكتب سلطة الغابات والحياة البرية في إقليم عنسبة تنفيذ أعمال فعالة لحماية الغابات والحياة البرية في الإقليم عام 2019. ووضح المكتب في التقييم الذي أجراه في 20 من ديسمبر أن بدء إجراءات عقابية رادعة لمرتكبي اقتلاع الأشجار ساهم لتحسن الوضع، غير أن حوالي 4000 شجرة دمرت بفعل انجراف التربة والرياح القوية وانهيار التربة على ضفاف الأودية نتيجة قذارة الأمطار هذه السنة.
وحول أوضاع التشجير، أكد مكتب سلطة الغابات والحياة البرية نمو نسبة 74% من الأشجار المستوطنة التي زرعت في الإقليم بحوالي 200 ألف شجرة، وتنفيذ أعمال فعالة بحملة طلاب التنمية الصيفية. وقالت مسؤولة الزراعة والأراضي بالإنابة في إقليم عنسبة السيدة كبرى قبر مسقل إن الأعمال المنفذة تعتبر قوة دفع للأعمال المستقبلية، مشيدة بالعمل المشترك الفعال مع الشركاء. وأوصى الاجتماع لزراعة نباتات الصبار المستوطنة لدورها في استقرار التربة وخلق فرص حصول الحيوانات البرية على المياه في المنحدرات الغربية وتوفير معدات العمل اللازمة. تجري أنشطة التطعيم ضد مرض السحائي وفيتامين ألف للأطفال دون السن الخامسة في مديرية طرونا، وتنفذ حملة التطعيم في 6 مراكز ثابتة و6 نقاط متحركة و24 مدرسة بالمديرية. وأوضح مسؤول المركز الصحي في المديرية الممرض تسفى مريم سمر أب أن الحملة جارية بصورة جيدة من 13 من ديسمبر بمشاركة كبيرة من المواطنين والإدارات. وأشار إلى أن برنامج التطعيم يشمل حوالي 28 ألف مواطن بمديرية طرونا. مشاهدينا الأكارم، هذه كانت أخبارنا المحلية. فاصل قصير ونعود لمتابعة الأخبار على الصعيد العالمي، ابقوا معنا. مرحبا بكم. أفادت وسائل الإعلام الرسمية السورية أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ معادية مصدرها إسرائيل، مشيرة إلى أن أحد الأهداف المعادية سقط في ريف دمشق. وقالت وكالة الأنباء الرسمية السورية سانا إن وسائط الدفاع الجوي في الجيش تصدت لصواريخ معادية قادمة من الأراضي الإسرائيلية، وأن أحد الأهداف المعادية سقط في منطقة عقربة بريف دمشق. من جهته أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان عن سماع دوي 3 انفجارات على الأقل هزت مناطق العاصمة دمشق وريفها. وأضاف أن صواريخ يعتقد أنها إسرائيلية طالت مواقع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط العاصمة دمشق. ولاحقا أفاد المرصد أن صاروخين على الأقل سقطا على موقع تابع لقوات النظام والميليشيات الإيرانية في محيط منطقة عقرباء بريف العاصمة دمشق على طريق مطار دمشق الدولي، فيما تمكنت دفاعات النظام الجوية من إسقاط الصاروخ على الأقل قبل أن يصل إلى هدفه. نقل مكتب رئيس كوريا الجنوبية مون جي إن عن الرئيس قوله أن محادثات نزع السلاح المتوقفة والارتفاع الأخير في التوتر بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية لن يفيد بيونغ يانغ. وفي اجتماع مع الرئيس الصيني شي جي بينغ في بكين، قال مون إنه يأمل في أن يتعاون البلدان بدرجة أكبر للمساعدة في إعادة إطلاق المفاوضات الهادفة لتفكيك برامج كوريا الشمالية النووية والصاروخية. ونقل المكتب عن الرئيس الصيني قوله إنه سيلعب دورا رائدا مع مون للوصول بالعلاقات الثنائية إلى مستوى جديد مرتفع. أعلنت وزارة المالية الصينية أن بكين ستخفض الرسوم الجمركية على أكثر من 850 سلعة اعتبارا من يناير المقبل. ومن بين السلع التي ستخضع للتخفيض لحوم الخنزير المجمدة، والتي تضررت بحمى الخنازير الأفريقية التي أدت إلى قتل أكثر من 1,000,000 منها حسب إحصاءات رسمية، مما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه اللحوم بمقدار الضعف في الصين. وذكرت وزارة المالية الصينية أن الصين ستخفض أيضا اعتبارا من الأول من يوليو المقبل الرسوم الجمركية على
بعض المنتجات التكنولوجية، موضحة أن القرار يشمل الطابعات وقطع غيار أجهزة التسجيل والصوتي وغيره. ووضح البيان أنه ستخفض الرسوم الجمركية بشكل أكبر على سلع من دول بينها نيوزيلندا والبيرو وكوستاريكا وسويسرا وأيسلندا وأستراليا وكوريا الجنوبية وباكستان في إطار إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية. ونقل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأنباء التي أوردتها وكالتا بلومبرغ ورويترز حول خفض الرسوم الجمركية الصينية بدون أي تعليق. جدير بالذكر أن بكين وواشنطن أعلنتا الشهر الجاري عن تبادل خفض الرسوم الجمركية على بعض المنتجات. مشاهدينا الأكارم، إلى هنا تنتهي نشرتنا الإخبارية. أشكركم على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.